اليوم غادي نشارك معكم تجربة حقيقية ديال تربية الدجاج اللحم. أول حاجة خصنا نفهمو هي أن الدجاج ملي كيجي من السوق كيكون بايت من دار ناقص تغيير المكان وتغيير الجو، ولكن إلا وفرنا ليه الراحة من الأول كيعطينا النتيجة زوينة. ملي دخل الدجاج خطرت ليه مكان نقي مفروش بنجارة الخشب. أول حاجة عطيتهم الماء نقي متبدل يوميا مدعم بمضاد السموم حيث تغيير المكان والعلف كيتعب الكبد. الماء النقي يبان بسيط ولكن هو سر من أسرار النمو السريع. العلف درت ليه خليط بزاف غادي يسول علاش خليط بين البوان والشعير والذرة، حيث الدجاج دابا دخل في مرحلة النمو قوية، السلالة كبيرة وكتستاهل الطاقة، والخليط كيعاون على الشبع وزيادة الوزن. ولكن نقطة مهمة بزاف، الخليط خاصو يكون متوازن وماشي عشوائي. الذرة كتوفر الطاقة، الشعير كيعطي الشبع، والبوانو كيدعم النمو، وهذا الشي كامل خاصو يتقدم تدريجيا باش ما يديرش إسهال ولا توقف في النمو. انا ما كنعتمدش غير على الكلام، عقل الدجاج كياكل مزيان، كيتحرك طبيعي، كيشرب مزيان، والوزن باين ما شاء الله، وهذا دليل ان الخلطة مناسبة لهذه السلالة. النظافة شرط اساسي، حتى الا كان العلف زوين الا كانت الارضية مبللة ولا المكان موسخ النتيجة غادي تكون عكسية. لهذا اي فراش مبلل كنبدلو، السقاية كنقيهم والريحة ما خصهاش تبقى. النظافة كتوفر علينا الأمراض والمصاري. الشمس والتهوية كنحاول ندخل شوية ديال الشمس، حيث الشمس كتقوي المناعة وكتعاون على الهضم، والتهوية ضرورية ولكن بلا تيار مباشر. الهواء القصح عدو الدجاج. إلا كان الدجاج كبير وسريع النمو ما خصكش تسرع بزاف في البيع، عطيه الوقت الكافي يوصل للوزن اللي يرضيك. التوازن بين علف مناسب الراحة النظافة هو اللي كيخليك تبيع مزيان وتربح مزيان. الدجاج اللي جا من السوق إلا عرفت تتعامل معاه بالعقل راه فرصة ماشي مشكل، وكل واحد يقدر ينجح إلا راقب وتعلم من التجربة وما دارش بزاف الأخطاء. إلا بغيتو نكملو السلسلة ونهضرو على تسمين أسرع، تقليل النفق ووقت البيع المناسب خصوصا في رمضان، خليولي تعليق وما تنساوش الاشتراك. هنا كاينه واحد النقطة مهمة خاصني نأكد عليها، وهي أن ماشي أي خلطة كتصلح لأي دجاج. الدجاج اللي عندي دابا سلالة معروفة بأنها كتكبر بسرعة وعندها قابلية تزيد في الوزن إلا لقات العلف المناسب والراحة. لهذا السبب الخليط ديال البوانو الشعير والذرة ما درتهاش صدفة، ولكن بعد مراقبة الشهية الهضم. إلا شفتي الدجاج كياكل بشهية ما كايناش إسهالات وكيتحرك بنشاط، راه الخلطة مناسبة. أما إلا كان العكس استعجل فورا. نقطة أخرى مهمة بزاف هي توقيت تقديم العلف. أنا كنفضل نعطي العلف على دفعات، ما كنخليهش طول النهار معمر، حيت العلف إلا كان كيبقى بزاف يقدر يترطب أو يتوسخ، وهذا كيسبب مشاكل في الهضم. الأحسن الصباح ومن بعد الظهر والدجاج كيولي كياكل بنظام. ونجيو دابا الاكتظاظ، واحد من أكبر الأخطاء اللي كيديرو الناس. إلا كان الدجاج بزاف في مساحة صغيرة كيوقع التزاحم، كيضعف النمو وكيطلع للفوق. السلالة الكبيرة خاصها مساحة باش تتحرك وتكبر مزيان. وزيد عليها الملاحظة اليومية، حتى إلا كان كتمشي مزيان خاصك دير جولة قصيرة كل نهار.